هاي everybody, how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس انجليزي. معادنا النهاردة مع ابطال سادسة ابتدائي، وفيديو من اهم فيديوهات الترم التاني، فيديو المهام الادائية. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا، دعمنا بسبسكرايب اشتراك، وما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. نبدأ المهام مع بعض. How to be a good citizen. كيف تكون مواطن جيد. Good citizen يعني مواطن جيد. You should respect others. أول جملة وأسهل جملة هتقول you should يعني ينبغي عليك respect others أن تحترم الآخرين. Be polite أن تكون مؤدب and kind يعني طيب وعطوف to your neighbors لجيرانك. Help people ساعد الناس who are old or sick يعني ساعد الناس اللي هي old يعني عجوزة أو كبيرة في السن or sick يعني مريضة. You should protect the environment ينبغي عليك أن تحمي البيئة. reduce waste يعني قلل waste يعني القمامة أو المهملات. reduce waste يعني قلل من القمامة. don't use plastic bags لا تستخدم الأكياس البلاستيك or plastic bottles أو الزجاجات البلاستيك. You must help the community يجب عليك أن تساعد المجتمع. Volunteer يعني تطوع at a local charity event يعني في حدث لمؤسسة خيرية. هيا بنا let's all be good citizen هيا نكون مواطنين جيدين and make the world a better place ونجعل العالم مكان أفضل. The second task eco-tourism. خدنا كلمة eco-tourism خلال الترم يعني السياحة البيئية. tourism is important يعني السياحة مهمة لكن eco-tourism السياحة البيئية is becoming very popular يعني أصبحت أو تصبح شائعة أو معروفة جدا. eco-tourism السياحة البيئية is a way of traveling يعني دي طريقة للسفر that doesn't damage the environment يعني لا تتلف أو تضر البيئة. It's more sustainable يعني هي أكثر استدامة than traditional tourism من السياحة التقليدية اللي احنا عارفينها. And it's designed يعني مصممة ليه to protect nature لكي تحمي الطبيعة. People stay in simple accommodation يعني الناس بتقيم في إقامات بسيطة أو إقامة بسيطة not large hotels ليست في فنادق كبيرة. They mustn't travel in ways that cause lots of pollution يعني هما مش بيسافروا بطرق تجعل كثير من أو تسبب كثير من pollution يعني تلوث. volunteering يعني التطوع. you learn many important life skills يعني انت بتتعلم كثير من المهارات الحياتية المهمة when you volunteer لما بتتطوع. you learn how to socialize يعني تتواصل اجتماعيا and talk to people وبتتكلم أو تتحدث مع الناس. you wouldn't usually meet يعني أنت مش في العادي أو في عادة بتقابلهم. volunteering also gives you confidence يعني عايز أقولك إن التطوع بيديك confidence ثقة. It's amazing من المدهش to see how teenager إزاي المراهقين grow in confidence ينمو أو بيكبروا في ثقة when they start volunteering لما بيبدأوا التطوع. fundraising يعني جمع تبرعات helps هيساعدك أو هيساعد charities اللي هي المؤسسات الخيرية get the money يحصلوا على الفلوس they need اللي هم محتاجينها. it's good من الجيد to give back إنك ترد الجميل to the place للمكان where you live المكان اللي انت عشت فيه.
لو انت من الأبطال ولسه مستمر معايا في فيديو مهم جدا عن المهام الأدائية خاص باللغة الإنجليزية منهج كونكت 6 سادسة ابتدائي، دعمنا بسبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. احنا دلوقتي هناخد المهمة دي اللي هي راس محمد ناشونال بارك، يعني حديقة رأس محمد الوطنية، أو ممكن تقول عليها محمية رأس محمد. ده راس محمد ناشونال بارك on the Red Sea، يعني هي موجودة فين؟ على البحر الأحمر. It's a fantastic area، يعني منطقة رائعة for locals، يعني للسكان المحليين and tourists، وكمان للسياح to visit، لكي يزوروها. This beautiful area، هذه المنطقة الجميلة on the Sinai Peninsula، يعني موجودة على شبه جزيرة سيناء. It's famous for، يعني مشهورة بيه. It's sea، life، بالحياة البحرية. warm water، يعني الماء الدافئ. and amazing weather، يعني والطقس الرائع. people come from all over the world، يعني الناس بتيجي من كل أنحاء العالم to snorkel، يغطسوا and scuba diving here. A day on the beach، يعني يوم على الشاطئ. The beach near our house was quiet and beautiful، يعني الشاطئ اللي جنب بيتي أو جنب منزلنا كان هادئ وجميل. I love to go there، أنا بحب أروح هناك with my parents، مع الوالدين. We swam، عمنا. surfed، يعني ركبنا الأمواج. and played games، ولعبنا ألعاب on the sand، على الرمل. One day، ذات يوم we were swimming، كنا بنسبح. when I saw a glass of bottle، يعني عندما شفت زجاج أو إزاز in the water، في المية. look dad، انظر يا بابا. I said let's put it in the trash، يلا نرميها في الزبالة أو في القمامة. I have a better idea said dad، بابا قال أنا عندي فكرة أفضل. let's write a message، يلا نكتب رسالة in a bottle، ونضعها أو نحطها في الزجاجة. that's fun I said، طبعا أنا قلت دي حاجة ممتعة. I wrote a message، أنا كتبت رسالة. the next day، اليوم التالي. I threw it، يعني أنا رميتها into the sea، أنا رميتها في البحر. toys and games، يعني لعب وألعاب. I found، أنا وجدت a box of my old toys، يعني صندوق لألعابي أو لعبي القديمة. at my grandma's house، في بيت جدتي. there was a skateboard، كان يوجد سكيت لوحة التزحلق. I loved playing with it، أنا كنت بحب ألعب بيه. I could go really fast after a while. I found my old roller blades، يعني أنا وجدت حذاء التزلج بتاعي. There was an action figure، يعني مجسم لشخصية كرتونية. I loved looking at my old toys again، أنا بحب أشوف ألعابي القديمة مرة أخرى. Ancient Egyptian artifacts، قطع أثرية مصرية قديمة. We have so many artifacts، يعني إحنا عندنا قطع أثرية كثيرة جدا. We have a hot dry climate here in Egypt، يعني عندنا مناخ جاف وحار في مصر. so لذلك artifacts، القطع الأثرية aren't damaged by cold and wet weather، عشان كده بيقول إن القطع الأثرية aren't damaged، لا تتلف أو مش بتبوظ، يعني by cold and wet weather، الطقس الرطب البارد. This helps، ده بيساعد to preserve يعني نحافظ. preservism يعني بنحافظ عليهم. The ancient Egyptians، المصريين القدماء also know that certain materials، يعني المواد الخام المحددة أو المعينة could last a long time، ممكن تدوم لمدة أو لفترة طويلة. That's why they built the pyramids with granite، عشان كده ده لذلك السبب هم بنوا الأهرامات بالجرانيت اللي هو الجرانيت. helping the community، مساعدة المجتمع. at school we started a project، في المدرسة بدأنا مشروع called، يسمى community help، مساعدة المجتمع. we all had to choose، يجب علينا أن نختار something، شيء ما we could do to support other people or things، يعني إن احنا نفعل شيء يدعم أو يساند الناس والأشياء in our community، في مجتمعنا. There were lots of ideas، كان يوجد كثير من
الأفكار. for example على سبيل المثال some people wanted to start a vegetable garden. في ناس عايزة تبدأ vegetable garden يعني حديقة خضروات in the school في المدرسة. ليه؟ to grow fresh fruit لكي تزرع فاكهة طازجة وخضروات طازجة fresh fruit and vegetables. That was really popular. ده حاجة شائعة أو حاجة معروفة. Other people في ناس أخرى عايزين يعملوا إيه؟ volunteered يعني يتطوعوا to help clean trees يساعدوا في نظافة القمامة أو تنظيف القمامة from the river من النهر، تنظيف النهر من القمامة أو المهملات. so that لذلك animals habitat بيئة الحيوان are safer تصبح safer يعني أأمن.